السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير انتم وكل حبايبكم. وكمان صباح الخير او مساء الخير في الوقت اللي انتم بتشوفوا الفيديو فيه. وطبعا نصلي على سيدنا الحبيب علشان قلبنا ولساننا يطيبوا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده انا بعمل ايه؟ بعمل شوية قرص بقى ايه طريين حلوين كده جمال ملهمش حل بصراحة. عسل 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 3 عسل. بعمل ايه دلوقتي؟ بتعملي ايه يا رانيا؟ ما قلتلناش علشان انت قعدت تقولي في المقدمه. هقول لكم اهو. حاضر، احنا مع بعض اهو. حطيت ايه؟ حطيت 4 معالق سكر كبار على الدقيق. طبعا انا نخله الدقيق مرتين. حط عليه 4 معالق سكر، وحط عليه 2 معلقتين كبار لبن بودر، وحط عليهم شويه فانيليا علشان ايه؟ يدوا ريحه كده ايه للقرص حلوه. وبعدين عملت ايه يا رانيا؟ جبت باكت خميره وقمت رايحه حطاه في شويه ميه دافيين فتره بس، وعليها معلقه سكر صغيره. وطبعا اختمرت وبقت زي الفل في الكوبايه زي ما انتم شايفين. وحطيت كوبايه كامله، المج اللي انتوا شايفينه ده 3/4 سمنه على ربع كوبايه زيت. يعني حطيت المقدار بقى بتاع الدقيق 2 كيلو دقيق. ال2 كيلو دقيق حطيت لهم 4 معالق سكر كبار هرميين حلوين كده. حطيت شويه فانيليا، حطيت 2 معلقتين كبار هرميين لبن بودر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقمت حاطه السمنه 3/4 كوبايه سمنه على الربع زيت. يبقى كده كوبايه كامله. المج طبعا ما شاء الله كان حجمه كبير لان انا عامله 2 كيلو، فحطيته 3/4 سمنه وكملت الربع اللي باقي زيت. وقمت حطاهم على الدقيق وقعدت اعمل زي ما انتم شفتوني في اول الفيديو كده علشان تبقى زي الرمله المبلوله كده. غلفت كل الدقيق بالماده الدهنيه اللي انا حطيتها. طبعا انا سيحتها على البوتاجاز، سيحتها بس مش قدحتها، سيحتها بس. وبعد كده عجنتها بقى. طبعا الدقيق بيختلف من نوع لتاني. يعني ممكن انت، يعني انا خدت اللي تقريبا كوباية مية، ممكن ياخد ازيد من كده. ان ما شاء الله هي كانت العجينه طريه معايا بس ما بتلزقش. هي كانت طريه بس ما بتلزقش. يعني حط شويه بشويه صغيرين ميه معاكي لحد ما الدقيق تلاقيه تبقى العجينه معاكي طريه بس ما بتلزقش في ايديكي. وطبعا بدأت ان انا ايه اكورها كور زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا عملت الصينيه التانية وحطيتها علشان ايه؟ ادخلها الفرن بعد ما اسيبها تخمر شويه وهدخلها الفرن. هتبقى دي اول واحده ايه عملتها. طبعا الولاد كانوا عايزين مش قرص بس، عايزين كمان شويه قراقيش. فقلت بقى ايه اما اعمل لهم ايه شويه قراقيش كمان. اخد كام كوره كده من العجينه واعمل لهم بيها ايه قراقيش. طبعا اول واحده دي طلعت طويله، ومش عارفه بصراحه هي طلعت طويله بس والله كله اتاكل كله اتاكل، ما فيش اي حاجه فاضله. الحمد لله. يعني ربنا طبعا يحسن ما بين ايدينا جميعا، ويجعل اي حاجه احنا بنعملها تكون حلوه وتعجب ولادنا ان شاء الله علشان ما يبصوش للحاجه اللي بره. زي ما انتوا شايفين كده دي القطاعه بتاعت البيتزا اللي عندي. عندي قطعتين بس دي ايه بتدي شرشره من الجنب كده بيبقى شكلها حلو. علشان برضو ايه طبعا العين بتاكل قبل البق، فايه علشان الحاجه بتاعتنا يبقى شكلها حلو كده. بعمل برضو قراقيش لما لقيت التانية طويله جامد قمت قايله بقى لا ايه اما اعملها زي ما انتوا شايفين بعملها كده بلفها كده رول. وبعد كده ايه ببططها وايه وهقطعها بقى علشان تبقى ايه يعني الطول بتاعها يبقى متوسط وحلو ومش طويله قوي زي اللي هتشوفوها برضو بعد ما خلصتها. انا حبيت اوريها لكم برضو عشان تشوفوها. طبعا بسويها من الجناب وبعد كده ايه هقطعها. طبعا انا عملت ايه دول مقدار 2 كيلو دقيق. حطيت عليهم 4 معالق كبار هرميين سكر. حطيت كوباية سمنة على زيت، 3/4 كوباية سمنة. وكملت الربع اللي باقي زيت. وطبعا حطيت شوية فانيليا وطبعا باكت خميرة. الخميرة اللي انا بستعملها اسمها انجل دي التركي ما شاء الله اللهم بارك حلوة جدا. انا بصراحة جبت دريم بس لا هي انجل اللي هي التركي دي ما شاء الله اللهم بارك حلوة جدا عجبتني جدا. طبعا انا كنت حطيت معلقة قرفة على 3 معالق سكر. قلت اما اعمل كام واحدة كده ايه تكون محشية بالقرفة والسكر. هم ولادي قلت برضه اجرب لهم، عارفة ان هم مش هياكلوها قوي بس والله كلها اتاكلت الحمد لله. فانتوا برضو ايه اللي ما بيحبش القرفة ما يعملهاش لان ولادي ما بيحبوش القرفة.
بس انا حبيت بقى يعني ايه اشكل لهم كده، يبقى شويه قرقشتين على قرصتين ساده على قرصتين محشيين كده يعني. نعمل كل حاجه بالمقدار اللي عندنا. ما شاء الله اللهم بارك. التسويه كانت حلوه، هي كانت ايه يعني مش ملسوعه، محمره شويه من فوق، بس ما شاء الله اللهم بارك كانت حلوه جدا وكانت طريه وزي العسل. طبعا كنت بطلع القرص بحطها في اللي هي البتاع الاستانلس دي وبغطاها بالفوط علشان برضو ايه ما تنشفش. دي القراقيش اللي هي الطويله اللي وريتها لكم. التانية ما شاء الله كان طولها حلو ومناسب، وكانوا ما شاء الله شوية قرص زي العسل. وطبعا يعني يعتبروا اقتصاديين، احنا ما حطيناش لا لبن ولا حطينا حاجة، مجرد بس ان احنا حطينا ايه معلقتين لبن بودر علشان برضو ايه تديها غناوة شوية. دخلنا بقى ايه على وصفة المحشي الجبارة. تا 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 تا. بصوا المحشي ده يعني ايه حبيب الملايين بصراحة. يعني ما فيش اتنين بيختلفوا على المحشي المصري بتاعنا. هو المحشي حبيب الملايين وحبيب المصريين. طبعا الكولومبية دي كانت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كانت كبيرة جدا، ورغم كبرها ده الا ان ورقها ما كانش عاجبني، كان متقطع كده وبس. انا برضو يعني ما زودتهاش سوا ولا حاجة. بس يعني الحمد لله عملنا محشي. احنا ستات شاطرين قوي على فكرة، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كانوا شوية محشي بقى عسل 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 3 عسل. المهم طبعا علشان هي كبيرة زي ما انتوا شايفين انا بقلبها ما يعني ايه رغم ان البتاع اللي اسمها ايه الحلة اللي استانلس دي كبيرة، بس بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الكرنباية اكبر. فبقيت بقى ايه اقلبها على الجنب ده شوية والجنب ده شوية والناحية دي شوية والناحية دي شوية كده يعني. بقلب بس، وبعد كده ايه هشيل ورقة بورقة طبعا واحطها ايه عندي على الصينيه علشان اقطع. مش عارفه انا حطيت لكم تقطيعه ولا لا، بس هتشوفوني وانا ايه بلفه يعني. بدات ان انا ايه اشيل ورقه ورقه اللي لقاها بقى ايه تمام في السوا، اقوم رايحه ايه شايلاها ورقه بورقه كده وبالراحه وعلى مهلك. وخدي بالك علشان الميه سخنه جدا. ربنا يعافيني ويعافيكم ويكفينا شر فواجع الاقدار. قولوا امين اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا كنت جايبه 3 كرنبات، قلت بقى هسلق دول وافرزهم ايه احطهم في الفريزر علشان برضو في الوقت اللي يكون الكرنب غالي فيه نطلع كده ونعمل ما نشتريش. طبعا كنت موضبه بقى ايه شويه طماطم. طبعا شويه طماطم مش مكتره طماطم لان انا هطلع صلصه تانية من الفريزر. وحطيت بقى ايه راس توم حلوه كده جباره كده، وقمت ايه ضربها مع الطماطم كويس جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا وانا بضرب الطماطم قلت بقى ايه اما ايه اقشر البصل بالمره علشان ايه اوضب الحاجه بتاعتي كده مره واحده علشان تبقى واقفه واحده على البوتاجاز، يبقى ده جاهز وده جاهز وده جاهز. نبدا بقى على طول الوقت ايه ينجز معانا وقت. ما حدش يتكلم يا جماعه لو سمحتوا على الكبه بتاعتي، على بال ربنا ما يفرجها ان شاء الله واجيب لي كبه تانية او اجيب لي دورق للكبه دي. بس والله شغال يعني انا مجبساه كده وشغاله ما بتقولش لا. الست اميره ومحترمه وشغاله معانا، نستغنى عنها ليه؟ ما هي شغاله اهي. المهم بدات بقى ايه اعمل الصلصه بتاعه المحشي. قوم ايه بقى قمت حاطه شويه زيت وعليهم بقى شويه البصل يدبلوا، بس يدبلوا مش هيحمروا ولا اي حاجه ولا هيصفروا، يدبلوا بس. وقمت نازله بايه بالطماطم، وهنزل برضو بالصلصه. الصلصه انا كنت مطلعاها من الفريزر من يعني قبلها بشويه كده. ما شاء الله اللهم بارك اللون جميل طبعا لان انا حاطه بابريكا برضو وهي ايه بتتسبك. وطبعا حطيت السبع بهارات، حطيت شويه بابريكا كمان، حطيت كزبره ناشفه، حطيت كمون، حطيت فلفل اسود وايه وطبعا شوية نعناع ناشف. ده شيء اكيد واساسي ومهم جدا 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 في المحشي اللي هو ايه يا رانيا اللي هو النعناع الناشف يا جماعة. خليكم معايا كده. المهم بقى قمت سايبه بقى. طبعا الصلصه ما شاء الله اللهم بارك كانت كتيره، فقمت بقى جايبه البوله الازاز اللي انتوا شايفاها دي وبدات ان انا انقص من الصلصه. وطبعا اللي عارف بقى المحشي بتاع رانيا عارف ان رانيا بتحب في المحشي ايه، بتحب الخضره تكون كتير جدا. يعني انا بحب املاح خضره كده، بحب الخضره فيه كتيره كتيره بقى. يعني حاطه للدول يمكن تقريبا 4 ربط خضره. ايه يا بنت الافتراء اللي انت فيه ده يا جماعه؟ اما يبقى الخضره بتاعته اكتر من الرز، يعني الرز يبقى قليل فيه والخضره بتاعته اكتر، ده اكيد هيبقى صحي واكيد اطعم. فايه كده ما شاء الله جربوا انت بس الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم.
حطيت بقى الخضرة بتاعتي وقلبتها في قلب الصلصة كويس جدا، وطبعا حطيت الرز بتاعي. طبعا كمية الرز بتاعك على قدك انت، يعني مثلا لو انتوا عيلة كبيرة شوفي اكيد كل واحدة بتبقى عارفة المعيار بتاع بيتها عامل ازاي، فكل واحدة بقى ايه تظبط حالها ايه وهي عارفة بقى هي بتعمل ايه. مسحت طبعا الرخامة مكان ما كنت شغالة عليها، وبدأت بقى ان انا اعمل ايه، اعمل الكوسة زي ما انتوا شايفين معايا كده. وكان في برضو شوية فلفل قدام عندي في التلاجة، قلت ايه بقالهم كده داخل على اسبوع، قلت اما نعمل يا بنتي يا رانيا شوية فلفل كمان، يعني مش معقولة هنعمل محشي كرنب بس، لا طبعا ما ينفعش. طبعا بدأت اجيب شوية الفلفل اللي عندي برضو واعملهم زي ما انتوا شايفين كده، وقورت الكوسة، وبدأت ايه لميت حاجاتي ولميت اشيائي، وخرجت فين، خرجت على الريسبشن علشان ايه الف المحشي زي ما انتوا شايفيني كده. يعني انا بحب المحشي مش طويل ولا قصير، بس بحبه صغير، يعني انا بصراحة بحب المحشي الصغير. طبعا الاستاذ سولي بيمد ايده معايا في كل حاجة، مش سايبني بصراحة. هو الواد ده فين صحيح؟ ما دخلش عليه وانا بصور النهارده. طيب يلا، والله حاسه ان الفيديو ناقص كده. اهو ظهر اهو الاستاذ، طبعا مش راضي. يا ابني اسكت يا ابني، يا بابا اسكت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انت انا لسه بقول لكم فين الواد ده. انت ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك؟ يلا انا ماما بتصور. يلا بقى يا حبيبي اخرج على ما اخلص. يلا يا لوحي، يلا يا لوحي، باي باي. يا لي حبيبي باي باي. نكمل بقى اللي احنا بنعمله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بدات بقى ان انا احشي الكوسه. طبعا انا بدخل صباعي الصغير في الكوسه علشان الكوسايه ما تبقاش فاضيه، يعني ما تبقاش فاضيه من الرز، لا يعني لا مليانه قوي ولا فاضيه. وطبعا رصيتها في الصينيه. انا ما بحبش بصراحه اطبخ الكوسه على البوتاجاز، لا بحب اعملها في صينيه زي ما انتوا شايفين كده، وادخلها بقى فين، في الفرن البلدي بتاع فرن الغائز. ما شاء الله اللهم بارك. دوقوا بقى احلى محشي كوسه في الفرن ده بصراحه بجد والله، جربوه كده وان شاء الله تدعولي. طبعا بدات برضو اعمل في الفلفل. وكان عندنا بقى ايه، طبعا المفروض المقطع ده كان قبل ما الف المحشي، لان انا قبل طبعا ما الف المحشي كنت انا علقت على البطايه، فمعلش دي عندي انا. بس طبعا انا طبخه البطايه قبل ما ابدا الف في المحشي علشان طبعا اخد من الشوربه بتاعتها. كانت ماما ربنا يديها الصحه وطولة العمر كانت جايبه لي البطايه دي. وحطت لها طبعا غليت المي. بحب بصراحه يعني بالطريقه العاديه خالص بقى بتاعتنا، اللي هي ايه، حطيت ورق لورا، شويه سبع بهارات، شويه قرفه، سنه قرفه بس، وطبعا طماطم وبصل. ودي الشوربه العاديه بتاعتنا. بتعملي ايه يا رانيا دلوقتي؟ قلت بقى اما احط مكعبين مرق كده ايه على وش الكوسه، وبرده هحط على وش المحشي الكرنب. انا بحب بصراحه احط ايه مكعبين مرق دجاج كده على الايه. على فكره مرقه الدجاج دي كانت عندي من فتره، عشان انا عارفه ان هي مقاطعه. المهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدات بقى طبعا البطايه لسه شغاله على النار اهيت، ان انا احط ايه الميه بتاعه الكوسه، مش بتمليها، لا بتبقى نصها شوربه، يعني تحط نص الكوسايه كده شوربه، وهي بقى ايه لما بتغلي بتطلع لفوق بقى. حطيت برده شويه صلصه على المحشي من فوق كده، وطبعا حطيت برده مكعبين مرق دجاج، وطبعا اللي هو اللي اتشال من الفلفل حطيته على ايه على وش المحشي كده علشان يطعمه ويديله ايه طعم حلو كده. وبدات ان انا احط ايه شوربه. الشوربه ما تبقاش مغطيه المحشي يا جماعه، هي المفروض انا زودت لها الشوربه، بس هو طلع حلو والله، بس هي نزلت اهي. يعني الشوربه ما تبقاش طالعه فوق المحشي، لا تبقى عند اول سطر من تحت على بتاع المحشي الكرنب. يعني ايه السطر الاولاني ما يبقاش فيه شوربه علشان يبقى معاكي مفلفل وزي العسل. وطبعا بدأت برضو ان انا اسقي الفلفل برضو بيبقى نصه ايه، بيبقى نصه برضو شوربه. وطبعا بدأت ايه ان انا احمر البطايه الجميله بتاعتنا. بصراحه مرضتش بقى ايه احمرها زي ما هي كده سليمه في الفرن، قلت ايه على البوتاجاز يلا شقلب واقلب بسرعه كده، علشان كنا جوعنا جامد بقى وقلنا عايزين ناكل بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطيت بقى حته زبده، كان عندي زبده بلدي حطيت حته وشويه زيت، وبدات بقى ايه ان انا احمر البطايه الجميله بتاعتنا.
طبعا الوصفات ديت انا مصوراها يعني من فتره، بس طبعا قلت ايه انزل لكم زي منيو كده تتفرجوا عليه برضو، واخدكم ان شاء الله في اخر الفيديو الاسكندريه معايا، هتشوفوا ايه يعني محل حلو قوي ان شاء الله. اي واحده فيكم بقى عايزه تبقى تتواصل معايا تبقى بس تكتب لي في التعليقات، وانا ايه هكتب لكم. طبعا اللحظه الحاسمه حصلت يا جماعه، حصلت اللحظه الحاسمه ان احنا فضينا المحشي، ودوت كان غدانا في اليوم ده. وطبعا الف حمد والف شكر، ربنا يديم علينا نعمه الكتيره يا رب، اللهم امين. هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل شويه ايه مربى، شويه مربى ايه يا رانيا اللي انت بتعمليها؟ شويه مربى فراوله. انا مش عارفه الفيديو واقف ليه، مش عارفه بصراحه. ايه يا ست رانيا انت موقفه الفيديو ليه يا ست انت؟ المهم طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا غسلت الفراولة كويس جدا جدا جدا، وايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو واقف مش عارفة ليه بصراحة. طيب لو حصل حاجة تاني او فضل واقف انا هحاول امنتج تاني بقى، والله المستعان بجد. بس طبعا الفراولة لازم تكون مغسولة كويس جدا جدا، وقطعتها حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين، وحطيت على دول كانوا 2 كيلو فراولة، حطيت عليهم ال3 كوبايات سكر. دول يعتبروا ايه يعني، طبعا دي كوباية ناقصة، هو كيلو الا ربع سكر انا حطيته على ال2 كيلو فراولة. سكرها كان مظبوط وحلو جدا ومسكره، يعني انا كنت الان احنا ما بنحبهاش مسكره كده. يعني ان شاء الله لما اعمل مربى فراوله تاني هحط لها نص كيلو سكر على ال2 كيلو، عشان الولاد يعني ايه ما بيحبوش الحاجه مسكره جامد زي. بس طبعا الكيلو الا ربع على ال2 كيلو فراوله للناس اللي بتحب المربى مسكره هيبقى مظبوط جدا معاهم وهتعجبهم. طبعا انا موطيه النار شمعه. شفتوا بقى اللي حصل؟ ان ايه اللي حصل بقى؟ ان انا غطيتها، فلما غطيتها فارت على البوتاجاز. انت بقى اما تيجي تعملي مربى فراوله ما تغطيهاش نهائي، سيبيها. طبعا ايه اي ريمه كانت بتطلع فيها انا كنت بشيلها، يعني حتى لو لقيت على حواف الحله حاجه كنت برضو بشيلها. اي شويه ريمه يطلعوا في المربى، اي مربى بقى انت بتعمليها شيليها، لان الريمه ديت بتغير طعم المربى اللي انت بتعمليها، وكمان بتخلي ايه يعني عمرها قصير. فاي شويه ريمه يظهروا قدامك شيليها. وطبعا كانوا شويه مربى زي العسل. ويا ريت بقى لو وصلت معايا لحد هنا هتعملي ايه بقى؟ هتحط لايك. ويا ريت بقى لو لقيتوني خفيفه على قلبكم بقى ايه تعملوا لي اشتراك. وطبعا ده هيكون نهايه الفيديو، واخدكم بقى معايا اسكندريه دلوقتي. طبعا انا ما عدتش هعمل صوت بقى، وطلعوا البطرمانين معايا المربى دي. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون حلو وهيعجبكم ان شاء الله بمشيئة الرحمن. واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع الف سلامة. باي باي. وبقية الفيديو جاي هتروحوا معايا اسكندرية وتتفرجوا معايا بقى على الحاجات اللي عند ريكو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجات جميلة جدا 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 هتعجبكم. ولو يعني عاوزين مثلا تعرفوا سعر حاجة او كده، انا هسيب لكم ارقام التليفونات لأي حد عايز يتواصل معاه. هو من اسكندرية تصون، هو مكانه فين في اسكندرية؟ في تصون، قصد الإدارة، يعني ايه قصد سور الإدارة التعليمية. هو بقى هيقول لكم على عنوان، وبرضو عند شحن، يعني لو انتوا محتاجين منه اي حاجة قولوا له انتوا بقى. طبعا دي كانت المربى بتاعتي بقى، اسيبكم تشوفوها ومع الف سلامة. باي باي. وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون.
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هو اللد ده بإيه يا محمد؟ اللد ده كم متر؟ ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا كم متر يا محمد؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم جميل استنى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه وده بإيه يا محمد؟ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له والجار اللي هو ده فيه شمع مش كده؟ الجار اللي هو ده فيه شمع مش كده؟ وجعلنا صالحين وجعلناهم أئمة. ده مفرش ثلاجة مش كده؟ ولا ده ايه؟ مفرش ثلاجة مش كده؟ قطعة واحدة ولا دول كام قطعة؟ 4؟ قطعة واحدة عامل كام ده؟ 4 15؟ عامل كام ده؟ ونجيناها من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا. المفروض دي ايه؟ علبة بيتحط فيها تمرية عاملة كام دي؟ تقريبا مربعة ومدورة 25. الورد اللي فوق ده عامل كام؟ أول صفين عاملين 20 دوت عاملين 65 بدل 135. ما شاء الله اللي فوق دي حلوة قوي ما شاء الله. بس في نفس الوقت غالية برضه. بس في نفس الوقت يعني دي غالية برضه. اللي هي الفوايد دي عاملة 990 وهي الذهب دي عاملة 900. هي الذهب دي عاملة 900. ما شاء الله اللهم بارك. احمد عنده شوية حاجات حلوين تحفة ما شاء الله. ربنا يبارك لنا في ارزقنا جميعا يا رب ربنا يبارك ويوسع لنا في ارزقنا. أرزقنا جميعا يا رب ويوسع أرزقنا. فبتقول دي بكام؟ دي بكام؟ واللي وراه عامل 75. ده كوستر يعني ما شاء الله. كان في مج كده اللي هو ده عامل كام ده؟ اللي هو ده عامل كام ده؟ ما شاء الله. ان شاء الله بقى يعني عايزه اي حاجه من احمد ان شاء الله هبقى اخد يعني منه عايزة البنت أي حاجة من أحمد إن شاء واحطه الله وتواصلوا انتوا معاه بقى. وتواصلوا انتوا معاه بقى. انا بس يعني ايه باخد لفته سريعه كده وما شاء الله اللهم بارك. المحل مليان في كل حاجه. اي حاجه انت محتاجاها ان شاء الله هتلاقيها عندي. أي حاجة أنت محتاجاها إن شاء الله هتلاقيها عندي. والكسترات دي عامله كام يا عم محمد؟ الكسترات دي عاملة كام يا عم محمد؟ 40. وفي اللي هو اللون الاحمر ده. اللي هو اللون الأحمر ده.
والفرشه دي انا اخدت منها واحده عامله 35 ما شاء الله حلوه لكل حاجه. عامله 35 ما شاء الله حلوه لكل حاجه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اي حاجه هتلاقيها عاوزاها هتلاقيها ان شاء الله عندها. وطبعا عنده برده ملمين اهو. هي بالطبق ولا بالقطعه مش كده؟ بالطبق ولا بالقطعه مش كده؟ والصينيه اللي هي بتاعت العشاء دي. والصينيه اللي هي بتاعت العشاء دي